بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاولة تسجيل ستة ممكن، مش فاكر. بسم الله. إن شاء الله نبدأ على طول. الفيديو بإذن الله يبقى سريع. نحاول نخلي الفيديوهات لحد ما مش كبيرة أوي إن شاء الله يعني. بسم الله ونتوكل على الله ونبدأ. نحاول نبدأ. تقسيمتي الموضوع في بالي بأمانة إنه هيبقى أحاول نخلص جزء الستاك على قد ما نقدر كله على أجزاء، وبعد ما نخلص إن شاء الله نخش على الهيب، لأن الهيب هيبقى بحر وملوش نهاية من الآخر، أو شبه ملوش نهاية. فخليه في الآخر إن شاء الله، أو مش الآخر يعني، بعد الستاك بإذن الله، عشان يبقى ماشيين الموضوع ستيب باي ستيب. وممكن حاجة ما قلناهاش قبل كده، أظن ما قلناهاش المرة اللي فاتت. إن شاء الله المرجع بتاعنا عامة في كل الحاجات دي بتبقى بون كوليدج، ده المصدر الأساسي، بما إن أنا اتعلمت منه حاجات كتير. آه، فلو أنت خلصت زي ما قلنا وأنت هتبدأ فيه أو كده، فإن شاء الله الحاجات دي تساعدك. لو أنت أوريدي عن همتك أعلى وعايز تدوس أسرع ومش محتاج تستنى، كل الحاجات دي ممكن تتوكل على الله وتبدأ، وإن شاء الله يعني الموضوع يبقى مفيد. والنقطة المهمة جدا البراكتسنج أهم حاجة في أي مجال عامة. أنت تحط براكتس كتير جدا، تحل كتير، تستخدم جي دي بي كتير. طبعا لو أنت هتحل سي تي اف تشالنجز كتير، غصب عنك هتستخدم جي دي بي كتير وتكتب سكريبتس كتير. فده إن شاء الله هيمرنك أسرع يعني. تاخد بالك من الجزئية دي. ماشي. الستاك عبارة عن إيه الستاك؟ لما نقول ستاك، المفروض تبقى أنت لو هتكتب كتبت كود أو سوفت وير انجينير أو كده، هتبقى عارف الكونسيبت ده. هنبدأها بشكل بالنسبة لنا احنا في الميموري. الستاك هو زي ما قلت كده سبيس في الميموري، بتبقى هي حاجة temporary خالص يعني، مش حاجة fixed موجودة long term. الداتا اللي فيها تستور فيها داتا. الداتا بتعملها ستورينج ازاي؟ بالبوش والبوب. لو انت ما عندكش الكونسيبت ده، فانت بتبوش حاجة على الستاك، وليكن تحط سترينج، بتبوش سترينج على الستاك بشكل بايتس. طبعا بيبقى موجود في التوب بتاع الستاك. لو انت عايز تسحب ال السترينج ده جوه ريجستر، وكان عن الريجستر المرة اللي فاتت، تستخدم حاجة اسمها البوب، وكان عن الاثنين انستراكشنز دول المرة اللي فاتت. بيستخدم طريقة اسمها لاست ان فيرست اوت، اللي هي ليفو، اللي هي آخر حاجة بتحطها على الستاك، هي أول حاجة بتخرج. يعني إيه؟ يعني لو عملت بوش لواحد اتنين تلاتة أربعة، وجيت عملت بوب، هيسحب أنهي؟ هيسحب رقم أربعة، وهكذا. دي بتفرق معانا في إيه عامة؟ برضه المرة اللي فاتت ادينا مثال على حاجة زي دي. لو أنا بحاول مثلا أكلم exec ve function، أو أي function بتحتاج مني string، ما ينفعش أعمل لها passing للstring بشكل string كده للريجستر. الريجستر نفسه مش بيستور string، أو هي مش بتحتاج string، هي بتحتاج بوينتر موجود في الميموري عندها، ستاك او هيب او ايا يكن. هي محتاجه بوينتر بيشاور على السترنج. فاحنا الاول بنحتاج نحط السترنج ده جوه الستاك او الهيب او ايا يكن، بس المثال اللي احنا فيه دلوقتي هنبوش السترنج ده على الستاك، وبعد كده ندي الادرس ده للفانكشن اكزيت في. ولو بصيت على الكود بتاع المره اللي فاتت، اللي كان عملناه بشيل كرافت، هيبان الحته دي. هو عمل بوش لبين اس اتش على الستاك، بعد كده استخدم الادرس اللي موجود على الستاك ده، وبعمل له باس لاكزيت في. بنستور فيها ايه؟ بنستور فيها حاجات كتير جدا. طبعا اي انفورميشن انت عايز تعملها ستورنج تحطها على الستاك، فانكشن كولز والادرسز اللي المفروض زي ما قلنا المره اللي فاتت. الار اي بي ده بيكون الادرس بتاع الاكسكيوشن. الار اي بي ده بيتعمل له ستورنج فين؟ في الستاك. فهنخش الحته دي قدام، بس احنا ممكن نستخدمه في الستاك، هيبان الحته دي. ولو تعمل اي كالكوليشنز تحصل تعملها ستورنج على الستاك برضه. ماشي. نعم. يعني خلينا نقول دلوقتي احنا ليه هنحتاج الباينري، او هنحتاج الستاك ده في ايه في الباينري اكسبلويتيشن. زي ما قلنا ان الستاك بيستور الانستراكشن بوينتر، وده بالنسبه لنا زي ما قلنا ده اهم حاجه. فده بيساعدنا ان احنا لو لقينا، او مش بيساعدنا بقى، لو احنا عندنا اوفر فلو على الستاك، ده بيبدا يدينا اوبشنز كتير قوي من الاتاكس. من اشهرهم ان انت طبعا هتعمل هتكنترول ار اي بي. فانت عندك ممكن تعمل ريد تو وين. لو انت عندك فانكشن معينه عايز تكلمها، هتعمل ريتيرن على الفانكشن دي، هتكلمها دايركت بالادرس بتاعها. ممكن تستخدم الروب اتاك، الاس روب اتاك، في حاجات كتير قوي، ريد تو ليب سي. في افكار ان شاء الله نتكلم عليها مع قدام يعني مع الوقت، ولكن الستاك مهم جدا بالنسبه لنا. ممكن تستخدمه في حاجات تانية، الافكار مش هتخلص يعني، او ممكن تبقاش فكره او اتنين، ممكن في افكار كتير. ممكن حد تاني يستخدمه ان هو يعمل ليك لداتا، عايز ليك ادرس معين، فاهم يعني، حسب الجول بتاعك ايه وايه الحاجات المتاحه يعني. بس الجولز انت بس متاح معاك ايه، ايه اللي تحت ايدك وتقدر تستخدمه بايه. الكونسيبت ده مهم جدا. اول بتبدا تعمل اي اتاك لاي حاجه، محتاج اول تليست، مش في الاكسبلويتيشن بس، اي حاجه تليست. انت محتاج، او اسف، انت معاك ايه الاول. انا والله معايا واحد اتنين تلاته. الواحد اتنين تلاته دول ممكن يخلوك تعمل ايه. تبدا تليست الافكار، وتشوف ايه من الافكار دي اللي هيساعدك في الجول بتاعك. والله انا هدفي ان انا اجيب ار سي اي. لو لقيت اكس اس، لو الاكس اس دي هتساعدني ازاي لو انا بتكلم على حاجه او ابلكيشن، هتقدر تساعدني ازاي، هل في طريقه ولا لا، وهكذا. لقيت سيكول انجكشن، طب ايه الوضع؟ طبعا سيكول انجكشن ممكن تبقى اعلى.
الاولويه بتاعتها تبقى اعلى، لان دي ممكن تساعدني فعلا بشكل مباشر، وهكذا يعني تقعد تفكر في الحاجات دي. دي نقطه مهمه. ماشي. دلوقتي احنا عندنا في نقطة مهمة جدا ننشنها سريعا. طبعا انتوا عارفين فانكشن كولز، ان في فانكشن تعمل كول لفانكشن. الكونسيبت ده اظن ما فيهوش مشكلة. ولكن في حتة ممكن نقولها فيها زيادة، حتة الستاك فريم. ان كل فانكشن على حسب طبعا فهم فهم محمد يعني، ان كل فانكشن بيكون ليها ستاك فريم، ليها جزء في الستاك ليه بداية وليه نهاية. ممكن اظن اكستند عادي لو هو يحتاج مساحة زيادة زي الهيب كده. ولكن الستاك فريم ده ممكن يستور فيه بقى كل حاجه. الفانكشن دي بتستور فيها اللوكال فاريبلز بتاعتها، بتستور فيها الريتيرن ادرسز بتاعتها، واي كالكوليشنز بتحصل بتستورها في المكان ده. طب لو انا عملت كول من فانكشن لفانكشن ثانيه، يعني انا دلوقتي انا في فانكشن اسمها مين وعملت كول لفانكشن اسمها اد. طب الفانكشن اسمها اد دي المفروض لما بتخلص بتروح تكمل اكسكيوشن عند الفانكشن مين تاني، عشان فانكشن مين تكمل، لان فانكشن مين ممكن تكون بتكول اكتر من فانكشن. ففي هنا بتظهر معانا كونسبت اسمه البرولوج، انا منطقه صح، والابيلوج. البرولوج والابيلوج دي اظن يعني ثلاث منطقهم صح. ولكن في الكونسبت بتاعنا لو بصيت عليه مثلا في الشكل الشمال هنا، ففانكشن اد مثلا هو بيعمل حاجه في الاول. دي تمبلت، حاجه جاهزه ثابته كده موجوده في اي فانكشن هتلاقي بتتعمل لها كول، او هي عم بتعمل كولز او كده. هتلاقي في عندك في الاول حاجه اسمها بوش ار بي بي، بعد كده بيموف الستاك بوينتر في البيس بوينتر دي كنا عليه المره اللي فاتت. وبيجي في اخر الفانكشن بعد ما ده الاكسكيوشن مثلا بتاع الفانكشن، تخيل ده الاكسكيوشن بتاع الفانكشن، بيجي بيعمل بوب للار بي بي وبيريتيرن على الادرس اللي موجود في الريجستر. فاللي بيحصل ايه؟ تعال نبص على الشكل اللي بعده احسن، او خلينا نقراها من هنا. آه، اول حاجه البيس بوينتر ده بيكون فيه الستاك فريم بتاعت الفانكشن، وليكن مين اللي احنا بنتكلم على نفس الفكره، اللي هي الكولر اللي بيعمل الكول. الستاك فريم بتاعه بيكون موجود اصلا في البيس بوينتر. حلو. فهو بيعمل ايه؟ بيبص على الستاك، وبعد كده بيعمل ستاك فريم جديد للفانكشن اللي هو هيخشها، بيعمل الاكسكيوشن بتاعه. بيجي بعد ما يخلص الاكسكيوشن بيرجع البيس بوينتر من على الستاك، لان هو اوريدي حاطه على الستاك، بيرجعه جوه البيس بوينتر وبيريترن تاني على الكولر بتاعه. فلما يروح على الكولر هيبقى بيبدا يستخدم ايه؟ الستاك بوينتر او في الستاك فريم بتاعه. ماشي. وهنبص عليها ان شاء الله في جي دي بي عشان نبقى عارفين ازاي بنقفشها يعني. ده شكل بسيط خالص يعني، حاجه كده مخله شويه، لكن بتحاول توضح الفكره. انا عندي فانكشن ايه وليكن هي المين، ده الكولر عنده شويه اكسكيوشن، بس في النص بيعمل كل فانكشن اسمها فانكشن بي. فانكشن بي بتروح هنا، ده اللي بتعمل لها كول، بتبدا تقول لك والله انا هبوش البيس بوينتر وهحط هعمل نيو ستاك فريم للفانكشن بتاعتي. بعد ما اخلص الاكسكيوشن بتاعي في الستاك فريم بتاعي، هرجع بقى للمين تاني، فهبدا ارجع لها البيس بوينتر بتاعها عشان تقدر تعرف تكمل اكسكيوشن. طب ليه؟ لو مثلا المين فانكشن بتستخدم لوكال فاريبل وليكن الاوفست بتاعه 10 هكس مثلا، وانا اديتها بيز بوينتر مختلف او بيز بوينتر غلط، او هي استخدمت اي بيز بوينتر وخلاص، ما مش هتلاقي اللوكال فاريبل ده مثال بسيط جدا، وان شاء الله يعني ما يكونش في حاجه ده نفس الكلام اظن كان موجود هناك، ما فيهاش حاجه جديده يعني. ماشي. في حاجه كمان سريعه كده، ان احنا عندنا في حاجه اسمها dangerous functions. دي لما بتشوفها دايما في اي باينري بتبقى انت خلاص عارف ان في هنا في حوار، او احتمال يكون في حوار. من اشهرهم اول اللي هي الجيتس والسترينج كوبي. في السي تي اف الموضوع ده ممكن يبقى منتشر قوي، انك اول ما تلاقي بتقفش ان في حاجه فانكشن من دول موجوده بتبدا تركز معاها اكتر من فانكشنز الثانيه وهكذا، او بتركز مع الفانكشن اللي فيها الكول بتاع للفانكشن دي. وفي حاجات تانية غير دول، مش دول بس اللي موجودين، ولكن انا حبيت بس يعني اناونس عن حاجه عن الفكره دي. ممكن تبص على باقي الفانكشنز او كده. وعلى فكره ممكن يكون فانكشن سكيور ويكون هم عاملين فيها مشكله، في ايشو فيها مثلا بياخد سايز كبير او حاجه زي كده. يعني الفكره ان مثلا جيتس ما بتعملش اي تيست على السايز، هي السترينج كوبي. فلو انت حطيت مثلا الفاريبل ده اخره 10 كاركترز وانت حطيت له 100 كاركتر، هو هيكوبي ال 100 كاركتر، فانت هتعمل اوفر فلو. في فانكشنز تانية يعني محسنة من الفانكشنز دي بتخليك تكتب السايز. والله انا هتقول له والله انا عايز انقل 10 بايتس جوه الفاريبل ده من المكان الفلاني، فهو بيشوف انت حددت له انك هتنقل قد ايه السايز. فلو انت عديت السايز مش ينقل، وهكذا يعني. ماشي. ولكن ده مش معناه ان هي سكيور 100%، لان برضه ممكن تحط سايز كبير تقول له والله انا هنقل 100 وانت حاطط لها ديسيمال، وبعد كده او اسف العكس حاططها، ممكن تحطها ديسيمال وتقراها هيكس او العكس. يعني الحاجات دي بتبقى موجوده، بتبقى غلطات في السايزز نفسها. واظن في حاجات يعني رياليستيك فيها نفس المشاكل، كنت قريت عن حاجات زي دي قبل كده. ماشي. حاجه كمان عشان ممكن تقابلنا واحنا فاتحين جي دي بي، اللي هي البي ال تي.
والجي او تي. دي تيبلز يعني حاول نشرحها بشكل بسيط جدا. آم، هو البي ال تي عامة هو جامب تيبل، يعني هو بيكون تيبل فيه الفانكشنز اللي موجودة في اكسترنال فانكشنز، يعني اللي هي الدايناميك فانكشنز زي سيستم وبرنت اف والحاجات دي اللي هي بتكون موجودة في الليب سي. لو مش عارف ليب سي ممكن تسيرش عليها بشكل سريع كده. ليب سي عامة هي لايبراري، سي لايبراري كبيرة جدا في اللينكس، بيكون فيها فانكشنز كتير قوي زي البرنت اف. لو انت بتكتب سي مثلا تستخدمها، دي موجودة في الليب سي. وهكذا الفانكشنز كلها، الجيت، السترينج اب، الحاجات دي كلها تبقى معمول لها ديفينيشن في الليب سي دي، وانت بتستخدمها بشكل بجاهزه يعني. فالبي ال تي دي بتكون هي بتستور يعني هي ده التيبل اللي بيستور الدايناميك فانكشنز دي، ماشي. وبيكون جواها كود كده، او يعني ممكن نقول كود بيجمب على الجي او تي اللي هو التيبل الثاني ده، ماشي. فالجي او تي ده بقى عباره عن ايه؟ ده سيكشن بيكون فيه الادرسز بتاعت الدايناميك فانكشنز دي، اللينكد يعني. بيكون فيه الفانكشن، ولكن في حاجه في النص كده، لو انت ما عملتش كل الفانكشن بيكون الادرس بتاعها لسه يعتبر ما اتضافش. ممكن نبص عليها بصه سريعه ان شاء الله في الجي دي بي. الادرس بتاعها مش بيتضاف من قبل ما تعمل لها كود. يعني امتى؟ من الاخر، في معنى كده صريح يعني. خلينا نقول مثلا ستيب باي ستيب. لو انت عايز تتكلم وليكن برنت اف، هتعمل برنت اف كول. اول ما الباينري بيشتغل بتاعك مفيش، انت ما احتجتهاش لسه، ما عملتلهاش كول او ما احتجتهاش في حاجه، فما بيكونش في ادرس موجود في الجي او تي، او بيكون في ادرس كده حاجه اظن فيكسد اظن يعني. ولكن لو تيجي تبدا عايز تعمل لها كول، بيخش على البي ال تي ده. البي ال تي بيكلم الجي او تي، طبعا بيلاقيش عنده الادرس، الاكشوال ادرس بتاع الفانكشن نفسها جوه الدايناميك لود او الليبسي. فيبدا يكلم حاجه اسمها الريزولفر بتاعه اللي هو الران تايم ريزولفر. ده موجود في اللودر. في حاجه اسمها دايناميك لودر في اللينكس، ده بيكون دايما موجود مع الليبسي ومع الدايناميك لودر بتاعه. فبيكلم الدايناميك لودر ده اللي هو اسمه بي ال تي ريزولفر. ممكن برضه تسيرش على المسميات دي وتفهموا اكتر عنها لو عايزين. بعد ما بيكلمه بيجيب ادرس للفانكشن دي، وبيرجع يخزنه تاني في الجي تي، بيابديت الجي تي بالفانكشن بالادرس الجديد ده. ليه؟ عشان لما يجي يحصل كول تاني لنفس الفانكشن ما يعيدش نفس اللفه دي، ويكلمها دايركت. يكلم يعني الادرس ده دايركت. وبنستخدمه في الكلام ده، بنستخدمه في اتاكس كتير جدا، وان شاء الله يعني، او مش كتير جدا، هو اتاك واحد تقريبا، انك تقدر تهيجاك الجي تي ده. لو انت الجي تي ده معمول رايتبل، اللي هو بارشال ريل حاجه زي كده، بيبقى بارشلي ريد اونلي يعني. فانت ممكن تكتب عليه. فانت لو بطريقه ما قدرت تكتب على فانكشن لسه ما اتعملهاش كول، ورحت عملت لها كول، بيبدا يستخدم الادرس اللي انت حاطه، تمام. فبيكول الفانكشن اللي انت هتحطها له. والمسمى يعني ممكن ده ان شاء الله هتعدي علينا قدام، بس خلينا بس ايه فاكرين الحته دي، ماشي. طيب تعال نبص بشكل سريع كده على افكار عايزين نجربها. آه ماشي. تمام. تعال نخش كده على جي دي بي ان شاء الله تبقى واضحه. فاحنا هنا عندنا مثلا انفو فانكشن. هنشوف الفانكشنز اللي عندنا. احنا مثلا عندنا طبعا الحاجات دي كلها بتبقى يعني تحسها كلها موجوده على طول يعني، ماشي. بص على مثلا احنا لسه ما عملناش ران البايند، ماشي. مش عايزين نعمل ران دلوقتي، هنبص عليها. عندي مين فانكشن وعندي الفولنربل فانكشن. فلو عملنا ديس اسمبلي للمين، هتلاقي والله المين بتقول لك ده بقى حته البرولوج مثلا بيبوش البيز بوينتر. هو طبعا هنا ما عملش كود، هو لسه هيعمل الكود الكلام ده، عشان هي الفانكشن نفسها بتيجي من كود يعني. الفانكشن عامه، المين فانكشن دي مش اظن هي مش اول مين، بس في قبلها حاجه اسمها الليب سي ده اندرسكور مين، هي اللي بتعمل لها كود في الاول. فتعال نبص كده على الفولن اللي فيها الكود نفسه. هتلاقي عمل نفس الفكره، عمل بوش البيس بوينتر، وبعد كده عمل نفسه ستاك جديد، ستاك فريم جديد، ماشي. خلينا نعمل ران دي الباينري مش هنشغله، احنا مش عايزين نشغله. بس خلينا نبص على جي تي. انا استخدمت هنا داش ار لان انا عامل له فول ريل اللي هو عامل له سكيورتي يعني. فده بشكل سريع كده الجي تي تيبل او الجلوبال اوفست تيبل. بيكون في ادرس للفانكشنز. مثلا عندي هنا ريد فانكشن، فهنا بيكون في مثلا ادرس بيشاور على الريد فانكشن دي. هتلاقي مثلا عندك حاجه، وليكن مثلا نقول ان دي فانكشن، الفانكشن دي مكانها هنا، وليكن خلينا تعالى نبص مثلا بلاش دي، نبص على الريد. الريد مثلا لو بصينا على الادرس هنا، هتلاقيه بيستور الادرس ده اللي هو بيقول اللي هو المفروض. لا، طب هو هنا ليه الادرس ده اتغير؟ لان احنا اوريدي استخدمنا الفانكشن دي فوق. هو بدأ يستقبل مننا كلام او يستخدم مننا انبوت، وهنا في نفس الوقت عمل برنت اف. فطبيعي الفانكشن، التو فانكشنز دول اتعمل لهم كول، او التو فانكشنز اتعمل لهم كول يعني. ان شاء الله هنبص دلوقتي على جزئيه الانفو بتاعت الفريم. يعني عايزين نبص احنا واقفين دلوقتي في انهي فانكشن، واقفين عند المين. فلو انا عايز ابص على الفريم بتاعتها، ممكن تكتب انفو فريم او اي اف في سبيس طبعا. فبيقول لك والله ان الفريم اللي احنا واقفين عليها دي، الفريم الادرس بتاعها بيبدا هنا.
البريفيوس فريم بتاعت الفانكشن اللي قبليها اللي كلمت المين اصلا. لو خد بالك الباك تريس هنا، الستارت اول حاجه بتعمل لها كول، بعد كده كلم الستارت مين، بعد كده ستارت كول مين، بدأ يكلم هنا مين. ماشي، طبعا دي حاجات بتبقى لو ليفل قبل المين اللي احنا اصلا بنكتبها. ماشي. ولو عملت ريفرس عامة هتلاقي الموضوع ده كتير. انت بتعمل ريفرس للستريب باينري هتلاقي دايما اللي ظاهرة معاك الستارت مين او الكول مين، فانت منها بتعرف الادرس بتاع المين. ده برضو تريكايه كده المفروض مشهورة يعني. فبيقول لك والله البريفيوس فريم بتاعت الفانكشن دي اللي احنا فيها، الفانكشن اللي قبلها ده الفريم بتاعها. آه، لو مثلا دخلنا على كملنا مثلا عملنا كونتينيو وعملنا اي اف، هتلاقي فين هتلاقي سيب لك البريفيوس فريم بيديك ادرس، واللوكالز دي تقريبا اللوكال فاريبلز يعني بتاعته، ودي الارجيومنتس. اظن دي الارجيومنت ليست بتاعته، ايه الارجيومنتس اللي هو بيستخدمها. فبيكون هنا في معلومات حلوه، من اهمها بالنسبه لي الصراحه بتبقى الار اي بي. الار اي بي ده بيكون فيه الادرس اللي هو المفروض بعد ما يخلص اكسكيوشن هيروح عليه. لو جينا بصينا على مثلا الادرس ده، تشوف الاستراكشن اللي جواه ايه، هتلاقيه جوه المين. لا ده جوه لسه عشان احنا عملنا يعني عشان احنا عاملين اكزit، احنا ما كملناش اكسكيوشن، احنا واقفين جوه ريد. لو خدت بالك مش واقفين جوه الفولنربل. فهو هنا بعد ما هيخلص الريد نفسها هيجمب يرجع على فولنربل دي، لان احنا دلوقتي جوه الفانكشن بتاعت الريد. وبعد ما يخلص الاكشن اللي هيعمله هنا آه، هيرجع على المين. فاحنا لو عايزين نبص مثلا على المين، اسف على فول، ممكن نقف عند دي كده. ماشي، ونكمل اكسكيوشن ونحط اي انبوت. بس انا كتبت غلط باين. تمام. هو في حاجه احنا مش واخدين بالنا. احنا الفلو بتاعنا اصلا هو بعد ما بنحط له انبوت هو بيعمل له كول على طول. هو بيعمل كول بيكسكيوت اللي احنا بنحطه، ما ده الباينري اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده. فبالتالي اصلا ما بيوصلش للريتيرن. ماشي، فالكونسبت موجود، الكونسبت واحد. وجربناه في الريد فوق. انت بعد ما بيخلص اكسكيوشن بيرجع يكمل للفانكشن اللي قبله اللي هي عملت له كول، والاكسكيوشن ادرس اللي بيكمل من عنده بيكون مسجل في الار اي بي ده. فانت منين ما بتقف على مكان معين وانت عايز اوفر رايت على المكان ده، بتعمل انفورميشن للفريم بتاعتها، تعرف الانستراكشن بوينتر بتاعه موجود فين، وبالتالي تحسب الاوفست بتاعك. والله انا بقدر اكتب عند اكس واكس مثلا دي، لو اكس دي لو ضربتها في 10 بلاقي الار اي بي. فانا خلاص يبقى انا عارف ان انا هكتب حاجه معينه، هفضل اكتب بادنج كتير جدا، واجي عند المكان ده اللي هو اكس 10 ده هكتب الادرس اللي انا عايز اتحكم فيه او اللي انا عايز اروح عليه. فبالتالي لما يخلص مثلا في الريد بتاعتنا، لما الريد تخلص اكسكيوشن هنا مثلا، لما الريد تخلص اكسكيوشن بدل ما هتروح تكمل من المكان ده، لا هتكمل المكان اللي انا كاتبه، ان انا ببدا اعدل الفاليو هنا كده. ماشي، اتمنى تكون الحته دي واضحه يعني، لان الموضوع ان شاء الله قدام يتحسن. لان احنا لسه في الاول يعتبر زي ما قلنا. ويعني ان شاء الله تمام كده، وشكرا. وباذن الله المره الجايه يعني الموضوع يبقى اوضح، ونحاول نخش في الاكسبلويتس بقى عشان ما حدش يزهق يعني مننا ان شاء الله. سلام عليكم.